سنة 1650 قبل الميلاد بيدخل الهكسوس مصر وبيستقروا في شرق الدلتا، وكعادة المصريين يا صديقي لازم يعكننوا على أي معتدي، فقرر الهكسوس التخلص من أهل دمياط وأهل المنصورة اللي كان اسمها جزيرة الورد. نعمل فيهم إيه؟ نسمهم. الهكسوس عرفوا إن المصريين عندهم نبتة بتطلع على شط النيل طوال السنة، والمصريين بيكرهوا النبتة دي جدا لأنهم كانوا معتقدين إنها نبتة مسممة، علشان كده كانوا مسميينها خية. حلو، احنا نأكل النبتة دي للمصريين ونسمهم ونخلص منهم. ويؤمر الهكسوس يا صديق المصريين بأكل الخية على سبيل الإذلال ويتخلصوا منهم. لكن المصريين كان ليهم كلام تاني. حلوة أوي الأكلة دي، اسمها ايه؟ خية يا ابن المحظوظة، ملوخية. وتنتشر الأكل عند المصريين، وبسبب الرحلات والتجارة تنتشر في بلاد الشام، سوريا وتونس وفلسطين. سنة 963 ميلادية يتولى الحاكم بأمر الله حكم مصر، والحاكم بأمر الله كان بيشتكي من التهاب في معدته، فاحتار فيه الأطباء، منهم طبيب فكر قالك في أكلة حلوة قوي وملينة عند المصريين نعملها له. وبالفعل بياكل الحاكم بأمر الله الملوخية وبطنه بترتاح على الأكلة الملينة دي، وبيسأل طبيبه الأكلة دي اسمها ايه؟ يقول له ملوخية. حلو، انت تحرم لي الأكلة دي على الشعب المصري وتسيبها مقتصرة عليا وعلى الحاشية بتاعتي ونسميها ملوكية. هنحرمها على الشعب المصري ازاي ونقول له ايه؟ بسيطة، قول لهم انها بتثير الرغبة الجنسية عند السيدات، وبالمرة حرم لي أكل الجرجير. بيقول المؤرخ تغري بردي إن الخليفة أمر بقتل الكلاب في مملكته، وبطل الفقاع أي حرم أكل الفقاع والملوخية، ونهى عن أكل السمك والجرجير. الشعب المصري يزعل جدا من قرار الحاكم بأمر الله بعد ما منعه من أكل الملوخية اللي اتعود عليها. نعمل إيه في ابن المجنونة ده؟ بعض الشعب زرع الملوخية في أماكن نائية وكانوا بيهربوها لباقي المصريين. تخيل يا صديقي إنك تتولد في زمن بتقضي فيه الملوخية. أما عن سر الشهقة في الملوخية ففي قصص كتير، منها قصة طباخ الملك. طباخ الحاكم قال لك أجود على الأكلة يمكن يرضى عني، وعمل له صحن الملوخية وهو بيقدمه عمل فيها قصر الكبابجي وحب يحط الطشة قدام الملك، وهوبا تخ تش طخ وقعت على رجل الحاكم وهي سخنة، فشهق الطباخ من الخضة فأمر بقتله. وهو ده سر أكل الملوخية عند المصريين يا صديقي، واشوفك في فيديو جديد عن سر حلوى صوابع زينب. أشوفك دايما على خير.